لو حد سألك عن أكبر لعيب في العالم هيجي في دماغك واحد من التلاتة دول، يا إبراهيموفيتش يا بوفون يا عصام الحضري. أول تلاتة هيجوا في دماغك ولا واحد من دول، لأن النهاردة جاي أكلمك عن أكبر لعيب بيلعب لسه، وعارف إبراهيموفيتش بيلعب لسه، بس اللعيب اللي أنا جايبه لك النهاردة إبراهيموفيتش سنه نص سن اللعيب ده. هتقول لي أنت عبيط والله، إبراهيموفيتش في الأربعينات. انا عارف انا قلت لك ايه، عمر ابراهيموفيتش نص عمر اللعيب التاني اللي انا جايبه لك ده، واللعيب التاني ده متسجل في الفيفا لعيب عمره في الثمانينات، ومتسجل انه لعيب مش مدرب، بيلعب لسه بيجري ورا الكوره وبتاع. ازاي ما اعرفش؟ يا ترى مين ده بقى؟ هتعرف دلوقتي. قبل ما اقول لك مين بقى اللعيب ده، هقول لك اكبر 3 4 لعيبه دلوقتي بيلعبوا لسه، ويمكن تجيب وانا بقول لك. لازم يكون في سسبنس وتشويق. اول اكبر لعيب معانا خورخي مولينا، عنده 40 سنة وبيلعب في غرناطة الأسباني درجة تانية، بس لسه لعيب ومتسجل إنه بيلعب. أبو السلاطين زلاتان ابراهيموفيتش عنده كام؟ 41 سنة، ومفيش حد ما يعرفش ابراهيموفيتش. دييجو لوبيز الحارس اللي كان في ريال مدريد، عمره برضه 40 41 42 في الحدود دي، وحاليا بيلعب في رايو فياكانو في اسبانيا برضه. اللي تقريبا اكبر واحد في الليسته دي وانت تعرفه بوفون، 45 سنة. وايوه بوفون لسه بيلعب، ما اعتزلش، بيلعب في فريق اسمه بارما. انا كتبت عليك بصراحة. في حارس ثاني اكبر منه عنده 52 سنه اسمه بول باستوك او باستوك، مش عارف، انا كده كده ما اعرفوش، وبيلعب في فريق بوستن يونايتد. هو ده تقريبا كان في الدوري الانجليزي اللي هو الممتاز، او لسه فيه مش عارف، بس يعني الاسم مش غريب عليا، ولسه بيلعب. يعني الناس دي كلها لسه بتلعب. شايف اعمارهم قد ايه؟ اللي انا جايبه لك في الاخر ده اكبر من كل دول برضه، يعني كل دول في مقام عياله. اللي هوريه لك دلوقتي ده بقى ممكن يكون اشهر واحد في اللعيبه الكبيره اللي انت تعرفه، لان تويتر اتقلب عليه فتره، كازويوشي مايورا. حاولت ابقى ياباني لا مؤاخذه. باكو. وبما اني حاولت ابقى ياباني فهو لعيب ياباني، عنده 56 سنه ولسه مجدد عقد سنه، يعني لسه موقع. انا احلامي العب مع برشلونه نص ساعة، عارف، مش هقول لك نص موسم، هي نص ساعة، وهعتزل بعد كده مش هلعب كورة تاني. خد ده بقى ايه مفاجأة الفيديو، روبرت كارمونا مش كمونة، ما بيلعبش في الترسانة اهو. انا ما اعرفش هو بيلعب فين، بس برضه ايه بيلعب بره. عنده كام سنة بقى كارمونا؟ 60 سنة، 60 سنة ولسه بيلعب بلاي ميكر، صانع العاب. انكر ميسي. تخيل بقى ان مش ده اكبر واحد في الفيديو، لسه فيه. مش قلت لك بالنسبة له احفاده؟ ولمعلوماتك كارمونا ده بيلعب من 1976، من ساعتها ما بطلش كوره وما بيتصابش. ما اعرفش ازاي يعني، حتى في سنه ده ما بيتصابش. انا ما بحسدش، انا بنقي بس. نيجي بقى لنجم الفيديو، وهو لعيب استرالي اسمه ديفيد مودج او موج، ما اعرفش، احنا هنسميه ديفيد وخلاص. ديفيد ده بقى عنده كام سنه؟ لسه من كام يوم محتفل بعيد ميلاده ال80، ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. ابنه عشان يحتفل معاه بعيد ميلاده ويجيب له حاجه كده عشان 80 سنه بقى ومش شويه، لازم برضه يجيب له حاجه كده ايه على قد 80 سنه اللي عاشهم. اكتشف ان اكبر لعيب متسجل في موسوعه جينيس في السبعينات، في بدايتها يعني 71 72 حاجه كده. فقال لك اعمل ايه بقى؟ هدخل ابويا موسوعه جينيس. فعلا راح قدم على الرقم واخده، ودلوقتي لو دخلت على موسوعه جينيس هتلاقي ديفيد مش عارف ايه ده هو اكبر لعيب متسجل وبيلعب لحد دلوقتي لسه. ومش كده وبس، لا، ديفيد ده بيلعب في نفس الفريق بقاله 45 سنه. انت متخيل كم مدير فني عدى عليه؟ وديفيد بعد ما دخل موسوعه جينيس قال تصريح كده، يا لهوي يا لهوي هعيط من العظمه. اريد ان اشكر زملائي في الفريق لانهم يتحملونني. تخيل واحد عنده 80 سنه اصلا يعني يتحملوك ايه ده؟ ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم. لو واحد استلمه غلط في الحجز بيطلعوه يمسك التليفونات، مشيها التليفونات.